من احد صفات دكانة الحاج محمد ان هو احيانا كتير زي ما قلنا بيعتمد الشغل عليه هو، فهو طاقته البدنيه والنفسيه بتتغير من يوم وليله. اللي انا بنصح بيه الناس ان في كتابين مهمين جدا، في كتاب اللي هو التفكير البطيء والسريع، وكتاب تاني اسمه ديب وورك. الكتابين دول انا شايفهم مرجع مهم جدا لاي حد من الناس اللي زينا اللي عندها فرط حركه وتشتت انتباه وعايشه في حياه كلها تشتت وما بيعرفش يركز ساعتين ثلاثه على بعض شغل. انا بقول ان الفتره الجايه برضو لو انت ما عندكش ديب وورك، مؤمن بان انا لازم اركز بعدد ساعات معين لحاجه معينه، معدل نمو شركتك او محلك او دكانتك مش هينجح زي ما انت متخيل. ليه؟ لان احنا عندنا حجم من الشتات ومن المصادر اللي تخلينا ما نركزش. يعني انا كنت بشوف ناس في المطاعم بتاعتها او في الكافيهات بتاعتها او في الشركات بتاعتها، هو نازل كل يوم الصبح، نازل بدري بس قاعد ماسك الموبايل اتفرج على ريلز. هو ما بيشتغلش، بس هو تقعد معاه مهموم جدا بهم الشغل. وده الفرق كبير جدا، ان في فرق ان انا اكون مهموم بهم الشغل او مهموم بهم الاداره، وان انا بشتغل اداره. زي ما في ناس بتشوفها ايه، عنده امتحان بكره ولا بعده، انت ما بتذاكرش ليه يا ابني؟ اصلا انا متضايق. انت ما تذاكر. لا، هو مهموم بهم المذاكره بس ما بيذاكرش. هو نفس الكلام احنا عندنا في الشغل. فانا بقول ان الديب وورك ان انا لو ممكن اشتغل 8 ساعات في 3 ايام ابرك من 12 ساعه كل يوم ما يجيبوش معايا حاجه. احنا ما تعودناش على ده. انت بتلاقي ناس كتير جدا اخر تركيزها 20 دقيقه، اخر تركيزها 30 40 دقيقه، خصوصا في الحاجات اللي هي في الواسع منه. لما اجي اقول لك اعملي سيرفي، ادرسي لي السوق، هو السوق نايم فعلا ولا انا عندي مشكله؟ هتلاقي ناس بتجيب من التوب ليفل كده من فوق، زي من على الوش، ما يقدرش يتعمق في سيرفي بجد، يجيب له تفاصيل. هي العملاء ما عادش بتجيلي ليه؟ او هي العملاء بتجيلي ليه؟ او بيشتروا من عندي ايه؟ او ايه الاصناف اللي انا حلو فيها؟ او ايه الاصناف اللي انا وحش فيها؟ او ايه الفئه اللي انا المفروض ابيع فيها كتير؟ او ايه المنطقه اللي انا المفروض استثمر فيها؟ انت ما عندكش ديب وورك. انا بقول ان الديب وورك هو من احد اهم مقومات النجاح لاي شركات ستارت اب او بيزنس بقاله 10 11 سنه. الفتره الجايه لو ما حطوهاش قدامه هدف هيخسر كتير جدا، لان مصادر التشتت مرعبه ومش هتخليك تركز في شغلك. مصادر العوامل الخارجيه اللي بتاثر على البيزنس بتاعنا وانت كتير جدا. فحاول تركز، حاول تركز في ان يبقى عندك هويه انت محافظ عليها، حاول تركز ان انت يبقى ليك فئه عملاء انت بتستهدفهم ودول اللي انت شغال عليهم. لا، حاول تركز في ان انا حاطط ارقامي وحساباتي بهامش ربح واضح وصريح. الديب وورك هو نمط حياه، ان انا زي الاحسان، ان الله اذا حب احدكم عملا ان يتقنه. فالاتقان هنا هو ان انا اعمل حاجه ايه؟ ديب وورك، اديها تركيز كامل. انا احيانا كتير بلاقي ناس وهو قاعد في مثلا في نيجوشيشن جيم، قاعد مع حد هو مش مركز، هو مش بيركز الراجل ده بيقول ايه والبادي لانجوج بتاعه عامل ازاي وازاي بيفكر. لا، حاول تركز. لذلك انا يعني على السريع كده في موضوع النيجوشيشن، انا دايما بقول ايه، لما تكون عايز تتفاوض مع حد المفروض انت تتكلم قليل وهو يتكلم كتير. ليه؟ لانه هو بيتكلم انت بتسمع وبتفكر، وانت بتتكلم هو بيسمع وهو اللي بيفكر، واللي بيفكر هو اللي بيعرف يسوق القعده. لذلك الديب وورك مبني في كل حاجه، ان وانا بتفاوض مع الناس انا مركز، وانا بذاكر انا مركز، وانا بزود مبيعاتي انا بشوف ايه الاصناف اللي فيها مشكله وبركز. فالديب وورك هو نمط اداري لازم يبقى موجود في دماغ اي حد عايز ينجح، ان انا ما اتشتتش مهما كانت التمتيشن او الغلطات اللي حواليا.